سلام سلام، إن شاء الله راكم تكونوا بخير وصحة وسلامة يا ربي. رجعت لكم من جديد بفيديو جديد. اليوم باش نعمل مع بعضنا خبز طابونة تونسي في الفور، بنة على بنة وهشوش وبنين ما نحكي لكمش. بالنسبة هنا للمقادير باش ناخو 250 غرام فرينة تكون مغربلة، 250 غرام سميد أرطب إكسترا فين، 50 مليلتر زيت نباتي وإلا زيت زيتونة، وبالطبيعة كاس حليب فيه مغرفة سكر وخميرة خبز. باهي باش نبدا معاكم بالمراحل لهنا. حطيت السميد، حطيت الفرينة، ومعاهم مغرفة صغيرة متاع قهوة خميرة مرطبات. الخميرة متاع المرطبات تخلينا الخبز متاعنا ما يجيش ملبد من داخل ومعجن. باهي حطيت معاهم فاح الخبز اللي هو متكون من جلجلين، حبة حلاوة، بسباس والسينوش، وحطيت عليهم 50 مليلتر زيت نباتي وإلا زيت زيتونة إذا كان عندكم، وتبسسوهم مليح أول مرة ساعة بالزيت. بعديكا كما تشوفوا لهنا ضفت كيس حليب. الكيس متاعي يهز 150 ملي أو 200 ملي حليب، عليه مغرفة متاع ماكلة سكر، وباكو خميرة خبز 10 جرامات فيه. باهي كيما تشوفوا لهنا حطيتهم الكل في العجينة، وقعدت كل مرة نزيد شوية ماء معاك الحليب هذاك حتى لين تلمت العجينة وولت عندي عجينة طرية لكن ما تتلصقش في اليدين، يعني العجينة إلاستيكية. أنا خليتها تعجنت مدة 15 دقيقة، ألور لا عجنتها بالكدا بالكدا بالكدا. إذا كنتم ما عندكمش عجينة حاولوا أنكم تعجنوها مليح بيديكم، وكل مرة تزيدوا شوية ماء حتى لين العجينة تخرج هذاك الجلوتين اللي فيها وتولي رطبة تحت يديكم. لهنا عملت لها شوية زيت وخليتها تخمر تقريبا ساعة كاملة. لهنا بعد ساعة كما تشوفوا العجينة متاعي ما شاء الله طرية، ضاعف الحجم متاعها باش نخرج منها الهواء ونقسمها كعبورات. لهنا كما تشوفوا حاولت نشكل بودان. وبالنسبة للكمية هذه متاع الرطل ما بين يعني 500 جرام ما بين الفارينة والسميد مع بعضهم يجيبوا لكم 4 خبزات طابونة من الحجم المتوسط. كما تشوفوا لهنا العجينة متاعي ياسر طرية محلاها سوبل تحت يدي، ما نستحقش باش نستعمل هذاك المدلك القلقال كما احنا نقولوا في تونس. دونك هنا باش نحلها بداية ساهلة على الاخر. كما تشوفوا هذوما الكعيبات متاعي حاطيتهم في الطبق، ما تحلوهمش خشين برشا على خاطر بعديك باش يعاودوا يطلعوا في الفور. توا باش نغطيهم بمنديله ونخليهم يخمروا تقريبا مده 20-25 دقيقه لو طون نحط الفور متاعي يسخن. كما تشوفوا لهنا بعد ما خمروا جبت صحفه فيها ماء عادي ماهوش سخون وماهوش بارد، ماء مش ماء عادي، وخذيت الفوشه هذيك وباش ندهن الخبز متاعي مليح مليح بالماء. لهنا الماء الدورة متاعو انه يخلي الخبز يجيكم هشوش من برا وطري من داخل، في نفس الوقت ياخذوا كاللون المزيان هذاك. تنجموا راو في عوض الماء تدهنوا بالحليب، ما انا نحبذ الماء خير بصراحة. كيما خبز الطابونة هذيك اللي عملوه في الجوجة بيلصقوه بالماء، حاسيلو مع الفحات هذوك مزرير اللي حطيتهم يا ولادي ريحة ماهيش عادية في الدار، ريحة الخبز تفحفح. لهنا خديت فرشيطة باش نقبهم كما تشوفوا وباش ندخلهم للفور سخون على 250 درجة. كما قلت لكم الفور متاعي قاعد يسخن تقريبا مدة 25 دقيقة قبل. لهنا خبيزاتي حضروا بسم الله ما شاء الله وك الريحة جاو طيبين في حقهم. كما تشوفوا لهنا لونهم محلاه، شوفوا قديش هم طريين ما همش معجنين من داخل، حاسيلو بنين على الاخر صدقوني. وهو سخون هكاكا عملت بيه ساندويتش زبدة عربي وعسل راهو بنة 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 ما نحكيلكمش. شوفوا من داخل قديش جاي معناها ماهوش معبي بالعجين، جاي فارغ وبنين تاكلوه مع اي نوع متاع مرقة والا ساندويتش مع القهوة الصباح. ما نحكي لكمش ولا مع ملوخية كيف ما نعرف انا باللحم البقري قارة يدامها بنة 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 على بنة. ان شاء الله عجبتكم الوصفة وان شاء الله تجربوها، نتقابلوا في وصفة جديدة ان شاء الله. بسلامة.